فعالم مراقبه البيانات بتاعتك فيه بقت سلعه، سواء كنت بتتصفح عادي او بتمنتج او بتدخل على حسابات شغلك. فوجود الفي بي ان في حياتك بقى شيء اساسي. وعشان كده في الفيديو ده هشرح لك برنامج مجاني واللي هو بلانيت في بي ان، وهعرفك على كل مميزاته وازاي تحمي نفسك على العالم الرقمي. السلام عليكم، انا فريد واهلا بيكم في فيديو جديد. اولا خليني اعرفك يعني ايه في بي ان. ببساطه هو شبكه افتراضيه بتخفي اتصالك الحقيقي بالنت وبتعيد توجيهه عن طريق سيرفر موجود في بلد تانية. يعني بدل ما المواقع تعرف انك داخل من مصر، هيشوف مثلا انك داخل من المانيا او امريكا او اي دوله انت بتحددها. وطبعا ده بدوره بيحمي خصوصيتك وبيفتح لك محتوى كتير كان مقفول، سواء تطبيق او برنامج او لعبه مش موجود في بلدك ولكن موجود في بلد تانية. ولكن كمان مهم لصناع المحتوى والفريلانسرز اللي بيشتغلوا على مواقع اجنبيه وما بيقدروش يوصلوا لها من عالمنا العربي. والسبب الرئيسي اللي خليني اركز على بلانيت في بي ان هو بيقدم لك نفس اللي بتقدمه البرامج المدفوعه ولكن بشكل مجاني، وده بيخليه برنامج مثالي لاي حد لسه عايز يبدا ومش عايز يدفع شهريا في برامج غاليه. غير ان البرنامج سهل جدا في الاستخدام، مش بيطلب منك تسجيل دخول بحساب ولا بايميل ولا باي حاجه، مجرد هتنزله وهتبدا تشتغل على طول. غير ان هو فيه دعم كامل باللغه العربيه، بيديك 5 دول بشكل مجاني تقدر تختار ما بينهم، وطبعا من اهمهم دوله امريكا. ولكن لو حبيت تشترك في الخطه البريميوم فالبرنامج بيفتح لك اكتر من 60 دوله باكتر من 1200 سيرفر حوالين العالم. كمان البرنامج موجود على اندرويد والاي او اس، موجود على متصفح الكمبيوتر بشكل اكستنشن، يعني مش هتحتاج تنزل برامج وتسطبها. وخليني سريعا اشرح لك الواجهه بتاعه البرنامج. اول ما تفتح البرنامج دي الواجهه اللي هتقابلك، تقدر تختار الدوله اللي انت عايز تعمل كونكت عليها من هنا. ولو رجعنا ودوسنا على علامه الحساب هنلاقي ان البرنامج مش محتاج حساب او تسجيل دخول لاي ايميل عشان تقدر تستخدمه. بعد ما تختار الدوله اللي انت عايز تعمل كونكت عليها بيعمل كونكت اوتوماتيك وتقدر تستخدم الفي بي ان بشكل امن. ولو حبيت تستخدم الفي بي ان على الكمبيوتر فهتدخل على المتجر بتاع الاكستنشنز وهتدور على بلانيت في بي ان، وبعد كده هتضيفه للمتصفح عندك. بس كده هسيب لك لينك الفي بي ان تحت في الديسكربشن عشان تجربه. لو عندك اي سؤال اكتبه لي في التعليقات، ما تستنيش باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد بنزله.